السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي وأصحابي في كل مكان. معكم أحمد الشاذلي من قناة المادة. النهاردة معنا قصة غريبة مرعبة حصلت للفنان محمد رجب. يلا بينا نسمع قصته النهاردة على لسانه. القصة بتاعتنا النهاردة من أغرب القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك، وتقدر تقول عليها مرعبة جدا. يقول لي روح روح، يعني هو روح واسكت وخلصنا. متاكد واحنا قدام العربيه لما جينا بصينا على الجثه، ببص له شفت وشه، يعني شفت وشه من يعني حفظت وشه كويس. شفت وشه. الرساله موجوده لغايه دلوقتي. طب معلش بس عشان خاطر احنا ما نتوهش الناس. يعني انت كنت راكب ميكروباص مسكون؟ ممكن. محمد رجب بيقول إنه في بداية مشواره في التمثيل جاله دور في عمل فني، وكان التصوير في بورسعيد. وقال محمد رجب بدل ما أروح بورسعيد وأصور وأنا منهك من السفر، قرر محمد رجب إنه يسافر بالليل، يروح يبات اليوم ده في بورسعيد ويصحى تاني يوم فايق للتصوير. راح الموقف لقى آخر عربية بتحمل، وركز بقى معايا في اللي جاي. العربية كان فيها 4 أفراد، السواق، شخص قاعد جنب منه، وراجل عجوز كان قاعد في آخر كرسي، والفنان محمد رجب كان قاعد قدامه. محمد رجب لقى الراجل العجوز اللي وراه بيطلع الأجرة وهو بيديها له وقعت من ايده، فوطى محمد رجب جابها وادى للسواق نفرين. فالسواق قال له صلي على النبي، وخد منه أجرة نفر واحد بس، ورجع الأجرة للراجل العجوز اللي كان قاعد وراه. وبعد شوية الراجل العجوز اللي قاعد ورا محمد رجب خبط على كتفه وقال له قول للسواق يقف عند أقرب مكان أقدر أجيب منه شاي. وبعد شوية وقف السواق ونزل الراجل عشان يجيب الشاي. يمر الوقت فيقرر السواق انه يطلع بالعربية. راح الفنان محمد رجب قال له استنى يا اسطى، الراجل لسه مرجعش، وده راجل كبير مش هينفع نسيبه في حتة مقطوعة زي دي. السواق راح مزعل محمد رجب وقال له اركب ومالكش دعوة. محمد رجب قال له اهدى يا اسطى، انا هنزل ابص عليه وهرجع تاني. شوف الورق بتاعي، لقيت العربيه هتدور، قلت له طب استنى يا اسطى وبتاع. قال لي لا سيبك انت مالكش دعوه. قلت له بس الراجل، طب انا هنزل اشوفه. نزلت ابص، لا لقيت خوص ولا لقيت راجل ولا لقيت اي حد. رجع الفنان محمد رجب وهو مصدوم وبيقول للسواق انا رحت ادور عليه ما لقيتش حد. السواق راح قايل له اركب يلا خلاص. محمد رجب ما بقاش فاهم حاجه، ولا فاهم فيه ايه بالظبط وايه اللي بيحصل، والعربيه دي تحديدا فيها ايه. وكده بقى العربيه ما بقاش فيها غير 3، السواق والراجل اللي قاعد جنب منه والفنان محمد رجب. مشيوا وبعدوا عن المكان اللي الراجل العجوز نزل فيه، وبعد 5 دقايق بالظبط عشان يبص محمد رجب يلاقي نفس الراجل العجوز معدي قدام العربية. انا قعدت في العربيه متوتر جدا وقلقان قوي. وبعدين ما رحت لقيت نفس الراجل بيعدي قدام العربيه، عقبال ما قلت له الحق كان خبط. نفس الراجل اللي كان قاعد وراك اللي قاعد ورايا بيعدي قدام وانتوا ماشيين الميكروباص ماشي. سيبناه. سيبنا المنطقه دي خالص. بيعدي قدام العربيه بعد 3 دقايق كده بيعدي قدام العربيه، لسه بقول له حاسب، راح ايه خبطه بالعربيه. نزلت اجري افتح العربيه ونبص، ما لقيناش ولا اي حاجه. السواق بص له وقال له اركب يلا مفيش حاجه، ولا سيبك وامشي. محمد رجب ما بقاش فاهم حاجه، وبقى يقول له اللي هو ازاي يعني انا مش فاهم حاجه، والراجل اللي جنب السواق ساكت ما نطقش بكلمه واحده من ساعه ما طلعنا من الموقف. والراجل اللي نزل ده راح فين؟ محمد رجب ما بقاش فاهم حاجه خالص. في حاجه غريبه في الميكروباص ده مش طبيعيه. المهم وصل محمد رجب لمكان التصوير بتاعه، وفعلا تاني يوم صور المشهد اللي كان رايح عشانه، وراح مكان عشان يشرب فيه شاي. بيبص محمد رجب كده لقى الراجل اللي كان قاعد جنب السواق امبارح واقف في محل، فجيري راح على طول بسرعة عليه قال له هو انت مش فاكرني؟ هو ايه اللي حصل معانا امبارح ده؟ يا حاج بتاع
الموضوع اللي حصل امبارح، الراجل اللي نزل الشاي، موضوع اللي خبطناه اللي ما لقيناهوش بتاع، قال لي الراجل يا ابني، قلت له حضرتك كنت معايا امبارح في ميكروباص واحنا جايين عن طريق القنطره مش عارف ايه، الميكروباص دخل عليا ابني، قال لي الحاج كبير ما بيركبش ميكروباصات، عربيه الحاج بره. عدى على الموقف ده تقريبا شهر. ففي يوم محمد رجب قاعد عايز يسجل حاجة بالكاسيت بتاعه، فبيفتح الشنطة عشان الكاسيت يشتغل لوحده. زي يكون معمول بلاي. صوت ممطوط، مش تفهم حاجة. شكرا. مش قادر احدد الصوت. ما تقدرش تفهم، الصوت ممطوط. بيشكرك على شكرا. انقذني على ايه؟ اشكرك على ايه؟ صوت مين ده؟ مش عارف. ده صوت الراجل اللي كان قاعد ورا ولا الراجل اللي قاعد قدام؟ ولا السواق. يشبه صوت مين فيهم؟ ما اقدرش اعدي. بأمانة أنا جسمي أشعر والله أول ما سمعت التسجيل ده. تفتكروا محمد رجب بيقول الحقيقة ولا بيألف؟ أنا عن نفسي مصدقه. يا ترى انتوا إيه؟ مصدقينه ولا مكذبينه؟ وبكده أحبابي وأصحابي في كل مكان نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة أو حكايتنا النهاردة عن الفنان محمد رجب. وزي ما قلت لكم أنا عن نفسي مصدقه. الموقف غريب ومرعب، في شيء من المصداقية. أتمنى تكونوا النهاردة استفدتوا وانبسطتوا وترعبتوا. كان معكم أحمد الشاذلي من قناة المتاحة، وقبل ما أسيبكم على ألف خير أحب أفكركم متنسونيش بدعمكم اللي بطلبه كل مرة: تفعيل زر الجرس، اللايك التمام، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، التليفون في ايدك، مفيش مشكلة ان انت بعد ما شاهدت الحلقة او الفيديو بتاعي يا ريت، مش هتخسر حاجة. اشوفكم على خير. السلام عليكم.